أهلا بيكم. عمرك سألت نفسك ليه دايما شكلك تعبان ومرهق؟ لو الإجابة أيوة، وأعتقد إنها أيوة وإلا ما كنتش دوست على البودكاست ده، فأنت مش لوحدك. الموضوع بيمسنا كلنا تقريبا، وبيمس ناس كتير بتعاني من الموضوع ده كل يوم. النهاردة هندخل بعمق في الأسباب اللي ورا الإرهاق ده، والأهم من كده إيه اللي ممكن تعمله عشان نحل المشكلة دي وتحس بشعور أفضل. انتوا في بودكاست تي توكس، ويلا بينا نبدأ. كنت بتكلم مع واحد صاحبي من كام يوم، قال لي وانا ليه دايما شكلي مرهق كده. في الاول ضحكت وقلت له يمكن تكون عايز تشرب فنجان قهوه ولا حاجه، بس بعد كده فكرت، لقيت ان بجد كتير مننا دايما حاسين ان شكلنا تعبان طول الوقت. الموضوع مش مجرد قله نوم وبس، اكيد في حاجات تانية كتير بتحصل. ممكن يكون ضغط الشغل او قاعده طول اليوم قدام الشاشات. ما ننساش طبعا ان احنا عندنا عاده سيئه جدا، ان احنا مش متعودين نشرب ميه، فبالتالي بيحصل لنا جفاف، والجفاف ده اكيد بيتعبنا. أو إننا ما بناخدش فترات بريك كفاية أثناء الشغل. المهم بدأت أقرأ عن الموضوع ده، ولقيت إن في معلومات كتير قوي ممكن نتعلمها عن سبب إحساسنا ده. بصراحة كده أنا كمان كنت بحس بتعب وإرهاق غريب. كنت بصحى من النوم بلاقي هالات سودة تحت عيني. الموضوع مش بس إني تعبان، لأ ده حتى أبسط الحاجات، زي إني أعمل لنفسي فطار لما أصحى الصبح، كنت بحس إن أنا تعبان وطاقتي صفر، مش قادر حتى أعمل الفطار. كان ممكن الموضوع يبان على إنه ميكس ما بين إني مش بنام كويس وإني بحس بإرهاق عام. يعني مثلا كنت بسهر بالليل أقلب في السوشيال ميديا على الموبايل، وده طبعا بيخلي النوم صعب بعديها. الضوء الأزرق بتاع الموبايل بيدمر النوم. أنا قريت إن الضوء ده بيوقف إنتاج هرمون الميلاتونين في المخ، وده الهرمون اللي بيساعدك إنك تنام. خلي بالك تأثير قلة النوم على جسمك أخطر مما تتخيل. قلة النوم بتأثر على طاقتك، وكمان بتخلي بشرتك باهتة، وبتعمل الهالات السوداء اللي أنا حكيت لكم عليها. أنا قريت إن دكاترة الجلدية بيأكدوا إن قلة النوم بتبطئ عملية إصلاح وتجديد خلايا البشرة، وده منطقي جدا. حتى شعري، كنت بحس إن شعري ضعيف ومجهد مؤخرا، وممكن قلة النوم تأثر عليه برضه. أيوة طبعا، النوم القليل بيقلل قدرة جسمك على إنتاج الكيراتين، اللي هو أساس لشعر صحي وقوي. تمام، يبقى قلة النوم دي مشكلة أكيد، بس هل نظام أكلي ممكن يكون سبب برضو؟ أكيد طبعا. لو مش بتشرب مية كفاية، أو مش بتاكل أكل فيه فيتامينات، ده أكيد هيخليك شكلك تعبان. يعني مثلا أكلات زي السبانخ أو البرتقان مليانة بفيتامين سي، اللي بيساعد يخلي بشرتك نضرة وبيديك طاقة. وما تنساش أهمية الحديد، نقص الحديد ممكن يخليك تحس بإرهاق ودوخة. طب أعمل إيه؟ أنا هبتدي أشرب مية أكتر، وهضيف فواكه وخضروات أكتر لأكلي، دي بداية ممتازة. وما تنساش تاخد راحات أثناء الشغل. القعدة على المكتب طول اليوم بتخليك تحس بكسل أكتر، وممكن تأثر على صحتك النفسية كمان. طب إيه الحل العملي بقى؟ جرب قاعدة 20 20 20. يعني كل 20 دقيقة بص على حاجة على بعد 20 قدم لمدة 20 ثانية، دي ممتازة لعينيك. وقوم وتمطع كل ساعة، ده بيساعد على تحسين الدورة الدموية وبيخليك مركز أكتر. طيب ليه مهم ناخد فترات الراحة دي أثناء الشغل؟ هقولك يا سيدي، أخد فترات الراحة بيساعد جسمك يرتاح، ويحسن تدفق الدم، ويخلي دماغك فريش. اكتبولي في الكومنت رأيكم إيه في موضوع الفواصل ده. طيب إزاي الترطيب بيأثر على مستوى طاقتك؟ شرب المية بيخليك نشيط وبيمنع الإرهاق. داوم على شرب المية على مدار اليوم، وهتلاحظ الفرق لما بتشرب مية كفاية. طب تعالى بقى نتكلم شوية
عن وقت الشاشات. هل انت كنت تعرف ان الشخص العادي بيقضي 7 ساعات في اليوم بيبص في الشاشات؟ وقت الشاشة الزايد خصوصا بالليل ممكن يخدع مخك ويخليه يفتكر انه لسه بالنهار، وده بيأخر افراز الميلاتونين، الهرمون اللي بيخليك تحس بالنعاس زي ما قلنا قبل كده. نصيحة: حاول تشيل الموبايل من ايدك قبل النوم بساعة. وفي حاجة كمان جامدة جدا، الوقوف كل 30 دقيقة ممكن يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%، ودي دراسة اتنشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة. الحركة المنتظمة مش بس مفيدة لجسمك، لا دي كمان بتساعد تنعش دماغك. قبل ما ننهي كلامنا، عايز أفكرك بحاجة مهمة جدا: التغييرات الصغيرة ممكن تعمل فرق كبير قوي. هل انت كنت تعرف ان قلة النوم ممكن تأثر على حاجات كتير غير طاقتك؟ معلومة كده على السريع: الناس اللي ما بتنامش كويس بيكونوا أكثر عرضة بنسبة 20% لأنهم ياخدوا قرارات غلط، وده حسب دراسة من جامعة هارفارد. لأن النوم هو الوقت اللي مخك بيعالج فيه المعلومات وبيشحن طاقته. وفي دراسة تانية رهيبة من جامعة ستانفورد لقوا إن شرب المياه بكميات كافية خلال اليوم ممكن يحسن التركيز بنسبة توصل ل 14%. يعني لو حاسس إنك مشتت أو مش مركز، يمكن اللي ناقصك يكون كوباية مية. في نهاية حلقتنا، إيه التغييرات الصغيرة اللي ممكن تعملوها النهاردة عشان تحسوا بتعب أقل؟ سيبولنا رأيكم في التعليقات تحت. شكرا إنكم سمعتوا البودكاست ده من تي توكس، وعرفونا رأيكم أو شاركوا أي نصايح لقيتوها مفيدة مع اللي محتاج يسمعها. وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان فيديوهات فيها تحفيز وتوعية أكتر. أشوفكم المرة الجاية، وخليكوا دايما ماشيين لقدام.